كتير من الناس مش بتعرف تسيب الإنترنت حتى لما بتخلص الحاجة اللي هي موجودة عشان تعملها، وبيكون عندهم دايما حاجة ملحة إنهم يرجعوا كل شوية يتفقدوا السوشيال ميديا أو يقلبوا في صفحات الإنترنت. ومع وجود السمارت فونز بقى الإنترنت موجود في جيبك ومعاك طول الوقت وفي أي مكان تقريبا، وما بقاش في حاجة لوجود كمبيوتر أو لابتوب عشان تستخدم الإنترنت. الدراسات والأبحاث الأخيرة أكدت إن إدمان الإنترنت أصبح واقع فعلي وموجود بشكل مرضي عند بعض الناس، وإن 30% من مستخدمي الإنترنت بينطبق عليهم أعراض ما يسمى بالإنترنت إدكشن أو إدمان الإنترنت. طيب إيه الفرق بين عادة استخدام الإنترنت بشكل يومي زي ما كلنا بنعمل وبين إدمان الإنترنت؟ العادة هي حاجة أنت بتدخلها في روتينك اليومي وبتعملها بشكل متكرر، لكن الإدمان دي حاجة بتخليك تشعر بشيء من البهجة والسرور وانت بتعملها، وبيكون من الصعب عليك انك تتوقف عنها او تقاوم الرغبة في تنفيذها حتى لو انت عارف انها حاجة غلط. ايه هي الأعراض اللي ممكن تقول ان في إدمان للإنترنت؟ عدم الشعور بأهمية الوقت، زيادة عدد الساعات اللي بتقضيها قدام الإنترنت على حساب أدائك لالتزاماتك اليومية أو حتى على حساب شغلك أو دراستك، رغبة ملحة في استخدام الإنترنت عشان تحصل على نفس الشعور بالبهجة والنشوة والإثارة، وكل فترة هتحتاج لعدد ساعات أكبر عشان تحصل على نفس المقدار. الشعور بالملل في الأوقات اللي بتكون فيها بعيد عن الإنترنت، أو التوتر والقلق وتغير في حالتك المزاجية لو في عائق بيمنعك من الاتصال بالإنترنت. تركيزك بيقل وبينخفض مستواك الدراسي أو أدائك المهني في وظيفتك. الشعور بالذنب نتيجة التقصير بشكل أو بآخر مع العيلة أو الناس اللي حواليك واللي بطلت تقضي معاهم وقت زي الأول، أو التقصير في شغلك لأنك بتضحي بإنجاز المهام اللي وراك مقابل ساعات أكتر بتقضيها قدام الموبايل أو اللابتوب. عدم القدرة على تحديد الأولويات لأنك هتلاقي وقتك قدام الموبايل له أولوية على حاجات كتير أهم منه في حياتك. وفي بقى أعراض تانية عضوية زي آلام في الظهر والرقبة لأنك بتقعد لساعات طويلة قدام الكمبيوتر أو الموبايل، أو سوء التغذية لأن انشغالك بالإنترنت والأونلاين جيمز والسوشيال ميديا بيكون عندك أهم من مواعيد الأكل، أو إنك بتلجأ للأكل الجاهز أو الفاست فود عشان ما تضيعش وقت في تحضير الأكل. ومشاكل تانية زي جفاف العين بسبب الساعات الطويلة اللي بتقضيها قدام الشاشة. في الدراسات وجدوا إن إدمان الإنترنت بيزيد بنسبة أكبر بين الشرائح العمرية الصغيرة، بيوصل أحيانا ل50% للي بتقل أعمارهم عن 20 سنة. فليه بيكون الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لإدمان الإنترنت؟ وده لأن الإنترنت متاح قدامهم في كل البيوت تقريبا وغالبا بدون رقابة، وإن أطفال كتيرة وكل المراهقين تقريبا معهم موبايلات دلوقتي، وإنهم مفيش عندهم التزامات وغالبا عندهم وقت فراغ كبير والأهل منشغلين عنهم بسبب أعباء العمل. السؤال دلوقتي، إزاي أنت تقدر تشخص حالتك وتعرف إذا كنت مدمن إنترنت ولا لأ؟ عامة طالما انت بتتفرج على محتوى زي اللي بتقدمه او اي محتوى هادف بشكل عام، فده معناه ان انت كويس، لان الادمان مرتبط بشكل كبير بمتابعة السوشيال ميديا او تطبيقات الشات او الاونلاين جيمز او مشاهدة المحتوى الاباحي. هتلاقي في رابط تحت الفيديو في مجموعة من الاسئلة هتقدر من خلالها تختبر مدى ارتباطك باستخدام الانترنت. وفي النهاية هنقول على شوية نصايح يا ريت نقدر نطبقها واحنا بنتعامل مع الانترنت. حاول تحط قيود على استخدامك للانترنت، يعني مثلا خلي في وقت محدد لاستخدام الانترنت كل يوم. بلاش موبايل الصبح قبل ما تنزل عشان ما تتأخرش عن شغلك او مدرستك. حاول تاخد كده يوم بريك من استخدام السوشيال ميديا، وبلاش استخدام الموبايل في السرير او في الحمام. حاول تصنع عادات جديدة زي الرياضة او القراءة مثلا، وهنتكلم قريب عن ازاي تقدر تصنع عادات جديدة. خصص وقت أكتر لأولادك وزود مساحة الحوار وحاول تحتويهم عاطفيا. حاول تستخدم الجانب الإيجابي والمفيد من الإنترنت زي التعلم والمعرفة ومشاهدة المحتويات الهادفة. فسيبك بقى تقلب في باقي الفيديوهات على القناة ونتقابل قريب إن شاء الله.